مادام راهم الايامات هذو باردين، شتو البرد البنات هذو الايامات. قلت نقترح عليكم هذا لا سوب هذه ولا الحساء تاع الخضار المشكله. اكيد راح يدفي لكم اجسامكم وتتناولوه وانتم فرحانين. مرحبا بكم اخواتي الكريمات، اهلا وسهلا بكم جميعا. سلام الله عليكم. قبل ما نبداو دائما نسلموا على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. نرحب بكل الأخوات دون استثناء والإخوة اللي راهم يشاهدوا فينا، وإن شاء الله تلقاو كل ما هو مفيد ويعني طيب لكم أخواتي الكريمات. مرحبا بالأخوات اللي انضموا جدد، جزاكم الله كل خير، وإن شاء الله تلقاو في هذه القناة ضالتكم وكل الأشياء اللي راكم حابين تتعلموها وتعرفوها مني. إن شاء الله راح نقدمها لكم بصدر رحب. كالعاده راح نستعملوا المكونات اللي راح نديروها. راكم تشوفوا في الالوان الزاهيه هذه نتاع الخضر، ما جادت به الطبيعه نتاعنا، ويعني الفضل نتاع ربي وكرم تاعو انه يخلق لنا كل الانواع وكل الالوان وكل المكونات وكل الفوائد في هذه الخضر هذه، غنيه بالالياف، غنيه بالفيتامينات، غنيه يعني الحوايج اللي كيما نقولوا حنا يحتاجوها اجسامنا. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي يعطينا ربي صحتنا برك، وان شاء الله يعني نحضروا هذه الاطباق نستفادوا من خيرات ربي اللي راهي مدها لنا، ونشكروه دائما ونحمدوه على النعمه اللي راهي مدها لنا. شوفوا البنات، قطعت هذا الخضر، كاينه بطاطا، كاينه جريوات، كاينه الاخرى اليقطين، كاين البطاطا، كل وحده واش فيها يعني من مكون. كاين هذيك اللوبيا الخضراء غليتها قبل ما نديرها البنات، هذه لازم ديروها في بالكم. شويه نتاع دبشه وشويه نتاع راح ندير شويه نتاع ثوم ثاني، طماطم، بصله. المهم هذ الحوايج كامله راكم شفتوهم فيهم فوائد عظيمه. راح نديروا تشكيله منهم. توابل، درت كركم، درت هذيك توابل الدجاج، درت ملح، فلفل كحل، كزبر وكمون. هذو هما التوابل اللي درتهم، ما كثرتش، درت كميه يعني صغيره منهم باش يعني يخليوا لي الطعم نتاع الفواكه قلت لكم، الطعم نتاع الخضر باش يعني يبان لي في الاخر، يعني في الكو النهائي. درت غليت الماء يعني سخنته مليح، درت حوالي 3 ملاعق تاع زيت في الاول خلاص، ومن بعد سكرت عليهم الكوكوطه. الماء درت حوالي لتر، لان الخضره هذه راح تطلق ثاني الماء تاعها. الخضر هذيك من بعد كي طيب اكيد راح تعطينا هذاك العصير تاعها. طيبتهم واحد حوالي 30 دقيقه. كي يطيبوا نحيت هذاك طرف الدجاج اللي درته سكالوب، ورحيتهم هكذا كما راكم تشوفوا بالبراميكسور برك خفيف ظريف. درت هنايا الطرف تاع الجبن نتاع وليد، انا ندير وليد لانه بنين مليح، ونخلط هكذا بالبرا حتى تذوب هذيك. شوفوا هذاك القوام البنات روعه ما شاء الله. يعني يجيكم بواحد القوام خاطر، يعني هنا توالم الاولاد صغار، توالم كبار السن، المرضى، الناس كامل يعني تاع افراد العائله كل ياكلوها، وتقدري ترافقيها هنا مع سلطه، مع ما على باليش انا اي حاجه تحبي تزيدي تضيفيها. هنايا رايحه تزيد الاضافه هذه، بصح هنايا راهي طبق مشبع والله يبارك ما شاء الله، منوع فيه الالياف، فيه كلش الفيتامينات اللي كاينه. هنايا داك السكالوب اللي طيبته رحت كيما نقولوا حمرته برك فيه شويه تاع زبده، وجبته هنا حطيته وتزينت بشويه تاع دبشه. والله يبارك ما شاء الله هذا الطبق روعه، يعني جربوها البنات راهي تهبل بنينه ما شاء الله. نلقاكم في فيديو جديد. نشكر كل الاخوات والاخوه اللي راهم يدعموا فينا سواء بالتعليقات ولا ماديا، ربي يجازيكم كل خير ان شاء الله، وربي يبارك لكم في صحتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دمتم سالمين.